معاشر المسلمين، ألا وإن مما أحدثه الناس في أيامنا هذه من العبادات التي يخصون بها بعض الأوقات ما يفعله الكثير من الناس من تخصيص شهر رجب بالصيام دون غيره من الشهور. إذا جئت إلى هذا الإنسان الذي يخص شهر رجب بالصيام، لماذا تفعل هذا؟ هل هناك دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على تخصيص شهر رجب بالصيام دون غيره من الشهور؟ لا تجد على ذلك دليلا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه الكرام. فلماذا معاشر المسلمين نستحسن بعقولنا وآرائنا أشياء ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا من فعل صحابته الكرام؟ يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: وأما الصوم فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص شهر رجب بشيء من الصوم ولا عن أحد من أصحابه.